الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. أسأله ربي جل في علاه ببركة هذه الآيات المباركات وهذه الصورة أم الكتاب وأم الآيات أن يتغمد الأمة الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام، وأن يوفق اللهم مشايخنا الأفاضل قراء هذه الليلة. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه، بسر ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويقول ربنا جل في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. بدأت هذه الليلة على غير كل البدايات واختلاف كل الليالي، ففي هذه الليلة القرآنية المباركة نقف جميعا أمام حسن الخاتمة، ونقف جميعا أمام قدرة المولى جل في علاه، إذ عطل كل الأسباب وأنفذ أسباب أخرى لإنفاذ إرادته. نقف اليوم بكل شرف وفخر وعز في عزاء دعت فاستجيب لها، وطلبت فكان النداء مجابا، وتمنت على ربها فحقق لها ربها ما تمنت وما أرادت، ودعت في السر والخفاء وأشهدت العلن على دعائها، فشهدوا اليوم استجابة الدعاء. لو ظل الإنسان يطلب من المولى جل في علاه حسن الخاتمة ما طرق ببابه أن يموت ببلاد الحرمين الشريفين. ولو صلى الإنسان وصام وأخلص الدعاء لربه جل في علاه ما طاف بخاطره أن يكون جزاء ذلك أن يموت في أيام الحج، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. نقف اليوم في عزاء أم ونفس من الأحقاد والأضغان عاشت خالية، بما قسمها لها ربها كانت راضية، أدت رسالتها بصدق في الحياة الفانية. رب أسكنها جوارك في الحياة الباقية، واجعلها تنعم عيشا أرغدا مع المصطفى تحت القطوف الدانية. الأم والمربية الجليلة الصالحة التقية حج اعتماد خليل شهيد دعت ربها أن تدفن بجوار رسول الله، فكان الجواب لندائها، وأخلصت العمل لربها فأوسع الله لها الحرم أن تكون في زيارة هي السعداء والسعيدة بين كل الزيارات. ذهبت وأحرمت واعتمرت وحجت، وبعرفات وقفت، وبمزدلفة باتت، وبالجمرات رمت، ثم طافت واعتمرت، فكان الجزاء من جنس العمل. أنت ضيفتي في الدنيا والآخرة، فكان اللقاء مع ربها بأن تفيض روحها في بلاد الحرمين الشريفين، وأن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز ما بعده عز، وكرم ما بعده كرم،
وفضل لا يضاهيه فضل، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل المولى جل في علاه أن تحل علينا بركات هذه فإن حسن الخاتمة ليس فيه نفاق أو رياء، وأن تموت ببلاد الحرمين الشريفين فأنت بينك وبين ربك سر. ماذا بينك وبين ربك أيتها الأم المباركة الصالحة حتى تموت بعد جبل عرفات؟ ماذا بينك وبين ربك أيتها الأم الصالحة التقية النقية الطاهرة حتى تموت بعد أداء فريضة الحج؟ ماذا بينك وبين ربك أيتها الأم الصالحة التقية النقية الطاهرة أن تدفني بالبقيع بجوار الصحابة وآل البيت وبجوار رسول الله؟ ماذا بينك وبين ربك أيتها الأم النقية الطاهرة أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم ضمينك يوم القيامة؟ ماذا بينك وبين ربك أيتها الأم النقية الطاهرة أن تدفني في أشرف بقاع الأرض على الإطلاق وبجوار أشرف خلق الله على الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول حزنا أو وداعا، إنما ودادا لهذه الأم. وتظل لحظة وفاتها وأسبابها رواية تحكى للأبناء والأحفاد. أم دعت أن تدفن بجوار رسول الله، وأم دعت أن تموت ببلاد الحرمين، فاستجاب الله لدعوتها فماتت هناك ودفنت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي جل في علاه أن يطيب ثراها، وأن يجعل الجنة مأواها، وأن يجعلها نصيبا من بركات هذه البقاع الطاهرة الطيبة بقاع الحرمين الشريفين، وأن يلحقنا بها على خير إلى رفق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما تحدثنا أو تكلمنا لن نوفي صلاح هذه الأم حقها، ولكن يكفيها شرفا أن ضمينها يوم القيامة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاركة لهذه الأسرة الموقرة، جميع أسر وعائلات شاهين وعائلات صبيح بعزبة عبلات بسماكين الغرب والأنساب والأصهار من جموع الحسينية ومدينة فاقوس، عزاء للأم الروحية الكريمة. لا نقول جئنا لتكريمها، إنما جئنا لتكريم أنفسنا شرفا وقوفا في هذا العزاء. مشاركة لأبنائها الكرام كابتن سيد حمودة إبراهيم شهيد، الحاج عماد حمودة إبراهيم شهيد، حاج علاء حمودة إبراهيم شهيد، الكابتن محمود حمودة إبراهيم شهيد، الحاج أحمد حمودة إبراهيم شهيد، وعموم أسر وعائلات آل شهيد وآل صبيح. وشرفت الساحة منذ قليل وجود الذكور إيهاب فهمي شهيد عميد عموم عائلات شهيد وصبيح، اللواء إبراهيم شهيد، المهندس أشرف شهيد، ومشاركة للولد الكريم الحاج نبيل شهيد، وعموم أسر وعائلات صبيح نيابة عنهم الرائد محمود صبيح، وعموم عائلات شهيد المعلم حمد شهيد، والحاج صالح شهيد، الحاج جمال شهيد، الحاج لطفي شهيد. الكل في هذه الليلة مستقبلا لواجب عزاء هذه الأم الراحلة الكريمة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، قراء لهذه الليلة القرآنية المباركة، ذلكم العلم القرآني الكبير الذي دائما ما أقول عنه: إذا أردت أن ترى رجلا صالحا يقرأ القرآن فاسمع لهذا القارئ مولانا الشيخ حافظ الرفاعي، صاحب التاريخ الطويل والمشرف خدمة لكتاب الله، عضو هيئة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، والمقيم بقرية عمار مركز ومدينة فاقوس، برفقة ذلكم العلم القرآني الذي عهدناه قارئا حافظا تاليا لكتاب الله مجيدا، القارئ الشيخ أحمد عبد الغفار الهجرسي، القارئ والمقيم بقرية قنطير، الذي حباه الله وزاده فضلا فوق أدبه للقرآن الكريم جمالا في التلاوة وعذوبة في الصوت. على بركة الله وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نستفتح أولى تلاوات هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة وداع الأم الصالحة التقية النقية الطاهرة التي دفنت بجوار رسول الله بتلاوة القرآنية المباركة
برفقة مولانا الشيخ حافظ الرفاعي ادعو فضيلته ليعتلي دكة التلاوة لينال معنا شرف استفتاح هذه الليلة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن وقاتلوهم حتى
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله
وأتموا الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن واتقوا الله
واتقوا صدق الله العظيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله
واذكروا الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فمن تعجل في يومين فلا إثم صدق الله أداء رائع وجميل. وأرى حروف اللغة العربية لا تطاوعني بأن أخرج بيانا يوفي هذا القارئ حقه، فتلاوة ولا أرقى، وأداء ولا أنقى، وصوت ولا أجمل، وحضور ولا أكمل مما سبق أخي المعز الكريم. تعلم أننا نتحدث عن قارئ ينتمي إلى جيل العمالقة من قراء القرآن الكريم، فضيلة مولانا الشيخ حافظ الرفاعي، عضو هيئة الوعظ والإرشاد لوزارة الأوقاف، وقارئ القرآن الكريم وخادمه، والمقيم بقرية عمار بمركز ومدينة فاقوس. في هذه الليلة التي لا تدري فيها من المعزي ومن المعزى، فالجميع يشرف بحضور هذا العزاء، عزاء الأم الراحلة النقية التقية الصالحة الطاهرة، التي من الله عليها بأن تختم رسالة دنياها بالحرمين الشريفين، وأن تدفن بالبقيع بجوار سيدنا رسول الله، وما أحسن هذا من جوار. أسأل المولى جل في علاه يتغمدها بواسع رحمته، أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلحقها وأمهاتنا إلى رفقة سيد الوجود وزينة كل موجود سيدنا رسول الله، مشاركة لجميع أسر وعائلات شهيد وعائلات صبيح بعزبة علاق وسماكين الغرب بالحسينية والأنساب والأصهار من مدينة فاقوس، عزاء للأم الراحلة الكريمة، نيابة عن أبنائها الكرام كابتن السيد حمودة إبراهيم شهيد، حاج عماد حمودة إبراهيم شهيد، حاج علاء حمودة إبراهيم شهيد، كابتن محمود حمودة إبراهيم شهيد، حاج أحمد حمودة إبراهيم شهيد،
ورموز العائلة الموقرة الحاج نبيل شاهين، ومشاركة للرائد محمود صبيح، معلم حمدي شاهين، حاج صالح شاهين، حاج جمال شاهين، حاج لطفي شاهين. الجميع يتقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من شرفهم حضورا إلى ساحة العزاء، شكر وسعي الجميع. نقلت إليكم هذه التلاوة عبر صوتيات المهندس تامر البجري المقيم بالتمرزة، وفئات البجري بالتمرزة، كبرى مخازن فراشة وعينات الحاج إبراهيم عبد المقصود بخنطير. تابعوا هذه التلاوات عبر وحدة تصوير فجر الإسلام، إدارة رائد التصوير الديني المهندس محمد النجار المقيم بالعرين. يا أخي ويا أخي، إن سيدنا النبي في كل الوجود حي، قد قال أسمع كل من صلى عليه. صلاة الله نور للمصلي وتسليم منه وبه التجلي، ومن صلى على المختار مرة يصلي الله 10 على المصلي، و10 لو تصلي على حبيبي يصلي الله 100 بالتجلي، و100 لو يصلي عليك عبد يصلي الله 1000 على المصلي، و1000 لو تصلي على طه أجعله يوم القيامة في ظلي. صلاتك كنت أسمعها جهارا، وكنت عليك في الدنيا مولي. بخيل بخيل من ذكر محمدا ولم يصلي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تعالوا بنا نكمل مع حضراتكم الرحلة الايمانية من كتاب الله بتلاوة قرآنية مباركة نحياها برفقة فضيلة العالم القرآني الكبير الذي عاهدناه قارئا حافظا تاليا لكتاب الله مجيدا، والمقيم بقرية قنطير بمدينة فاقوس، القارئ الشيخ احمد عبد الغفار الهجرسي، جزاه الله عنا وعنكم كل خير. تسلم